بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده على إعجاز في علم الفلك في سورة الكهف. أما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على سورة الكهف على الفترة اللي نموها، قال إيه؟ قال 300 سنين وازدادوا 9. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال 300 سنين و9؟ تمام، كان ممكن يقول كده بسهولة. لا، ده بيوريك الفارق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. التاريخ الميلادي يعني 300 سنة بالظبط ميلاديا، وازدادوا 9. اما انت بقى هتعمل التاريخ الهجري. وعلى فكرة السورة دي، سورة الكهف، سورة مكية، يعني نزلت في مكة قبل المروح للمدينة والهجرة للمدينة، قبل ما اصلا يبقى موجود التقويم الهجري اصلا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا علم ان هو عارف ان هيبقى التقويم الهجري، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التقويم العرب. وبالتالي هيبقى الفرق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي في عدد السنين اللي نموها اكتر شوية، لان السنة الهجرية اقصر من السنة الميلادية، وبالتالي في فرق في 300 سنة 9 سنين. يبقى 300 سنة ميلادية و309 هجرية. وده إعجاز كبير جدا في القرآن الكريم، إعجاز في علم الفلك. وده مش غريب على القرآن الكريم اللي فيه إعجازات كتير جدا جدا جدا. حبينا نسلط الضوء على المعجزة الفلكية الإعجازية اللي في القرآن الكريم في سورة الكهف. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.